الاستوديو. دكتور أبو القاسم سعد الله مرة أخرى أهلا بكم معنا. علمت مثلا أنكم أو أنه عرض عليكم منصب الوزارة فرفضتم أو اعتذرتم. ألا تعتبرون بأن بعد هذا الجهد وهذا النضال وهذا الكتابات وهذا العطاء للوطن أنه من الواجب أن تكونوا في هذه المناصب، أو تعتبرونها استقالة مناقضة لكل هذا المسار القديم الكبير والعريض في حياتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم وأشكر التلفزة الوطنية على هذه الفرصة التي أتاحتها لي للحديث للمشاهدين الكرام حول قضايا الثقافة والتاريخ ونحو ذلك. وبالنسبة لسؤالكم أعتقد بأن الصواب هو الاعتذار وليس الرفض، الاعتذار. وأعتقد بأن الوطن يحتوي على كثير من العناصر التي تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وفي الجزائر ما شاء الله من الشباب ومن الشيوخ الذين يستطيعون أن يؤدوا هذه الأمانة على أحسن ما يرام. وأنا شاكر لمن عرض علي هذا العرض، وشاكر على هذه الثقة، واعتبرها رصيد أعتز به طول حياتي، ولكنني أفضل أن أتفرغ للعلم ولأشياء أخرى تهم الوطن أيضا. فأنا مواطن، وكل مواطن يجب أن يقوم بمهمته في المجال الذي خلق من أجله.